السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل أيامات كنت تناقشت في التعليقات مع واحد مروكي أو بالأحرى عياشي، وكالعادة تعرف القصة الحكاية المغربية يبدو يحكوا لك على الطوابير وكذا، وهذا فاجأني لأن كنا نحكوا على الغاز وقال لي أنتم أصلا الغاز تاعكم تدي فيه فرنسا وأنتم ما كنتش مستمتعين بخيرات بلادكم وما على باليش واش. اي با حبيت ندير لكم هذا الفيديو خفيف برك. اليوم جت فاتورة الكهرباء والغاز وشاملة 3 أشهر، يعني حبيت ندير معكم هذا الفيديو خفيف برك وإن شاء الله يوصل للمغاربة. هذا مكان، اسمحوا لي دقيقة برك. هاي ليكم الفاتورة. أنا كنت غطيت شوية، غطيت المعلومات الشخصية. شوفوا، الكهرباء 700 دينار، الغاز 74 دينار. 74 دينار هذه حوالي ربع دولار، يعني استهلكنا 3 أشهر ربع دولار غاز. ورانا نتكلم على 3 أشهر شاملة التدفئة، شاملة الطهي يعني الطياب، وشاملة الشوفبان، شاملة كلش. نص ربع دولار، فاهمين؟ دركا ها هي التكلفة الكلية. هذوما الرسوم، هذوما رسوم ثابتة. كل ما جاتش هاد الرسوم راهي كانت حوالي 4 دولار. هاد 3 أشهر استهلك 3 أشهر من الكهرباء والغاز 4 دولار فقط. ها هو المبلغ الكلي إجمالي 1235 دينار، يعني حوالي حوالي 6 دولار. زي ما قلت لكم استهلاك 3 أشهر، طهي تدفئة كلش. ودرك نوري لكم حنا الغاز فواش رانا نستخدمو فيها. ما راحش نوري لكم الكوزينة وخاطر حنا من نحبوش نهضروا على الماكلة ونوروا الماكلة، وفهمت لأنه يعني الماكلة مرحلة وتجاوزناها. الماكلة حتى الحيوانات في الشارع تاكل في الماكلة، فاهمين؟ اسمحوا لي دقيقة. هذه البالكون، فهمت؟ هاو الغاز، هاو انستالاسيون تاع الغاز. ها الشوفبان، فاهمين؟ 24 على 24 شوفبان مثلا يخدم. هاو الغاز. هذا تويو في البالكون، بحكم احنا في دي فوا نحبو نطيبو مثلا الراس في الأضحية، نحبو نطيبو حاجة على برا، فاهمين؟ هاو الغاز. هاو الغاز، هذا هو الغاز. اصبر نحبس الريحة قوية بزاف، فهمتو؟ مع العلم انا اصلا مانيش نستهلك بزاف في الكهرباء والغاز، بحكم احنا اسرة صغيرة. لكن في المجمل الاسر الجزائرية اذا خلات تجيهم 10 دولار كل 3 أشهر. ها هو حريرت فاتورة رقم كذا، حريرت في 12/5/2024، يعني عندها حوالي 15 يوم تحرير، واليوم باش جابوها، فاهمين؟ ها كل شيء بالدليل. حنا نهضروا بالأدلة، ما نهضروش بالبلا بلا، فاهمين العياشة؟ هذا مكان أخوتي. هاي 120 مرة أخرى قلت لكم أغلب العائلات الجزائرية إذا خلات 10 دولار، كي تكون هكا فيلا ولا حاجة كبيرة تلحق 30 دولار 50 دولار، فاهمين؟ نحكي لك أنا على الكهرباء والغاز. الكهرباء أو دي فوا يكون عالي، يغلى شوي، بصح الغاز ديما تقريبا بلاش، رمزيا فقط، فاهمين أخوتي؟ هذا ما نقول لكم
انا الهدف تاعي من الفيديو ماهيش نشمت في المغاربه الزواوله وكذا. انا الهدف تاعي برك نسكت هذيك الافواه اللي ما تعرفش تهدر، اللي تهدر غير في الهدره الصامته والهدره الجايحه، الهدره اللي بلا معنى. فهمت؟ طوابير وطوابير والبنان والتفاح والحليب فهمت؟ ألف فيديو من عند مغاربه راهم في اليوتيوب يهدروا لكم على المعيشة في الجزائر، ويقارنوا بينها وبين المغاربة وبناء بلادكم. يقارنوا بينكم وبين الجزائر والمغرب، ويقولوا لكم باللي هاي الأسعار وهاي الناس كيفاش عايشة وهاي ما كانش الطوابير وكذا. احنا ما ناش أقوى دولة في العالم، ما راناش الأمريكان ولا، بصح بلا مجال للمقارنة معكم انتم، لا مجال للمقارنة. هذه حقيقة ماهيش خيال، فاهمين اخوتي؟ ونتمنى انكم تتولهوا بحياتكم، انكم تروحوا تحاسبوا الحكومه تاعكم السراقين اللي يسرقوا فيكم. تجوش تحاسبونا احنا فهمت؟ ان الفشل تاعكم وفشل في حياتكم، المعيشه الصعبه في حياتكم، الطوابير هذيك رانا شفناها عندكم انتم. فهمتوني ولا لا؟ وربي انا نتمنى من قلبي المغاربه البسطاء، المغاربه الشعب الطيبه، نتمنى لهم كل خير، نتمنى لهم حياة سعيدة، ونتمنى لهم كما نتمنى لبلادنا ربي يرزقنا ويزيدنا من نعيمه. فهمت؟ برضو احنا مستمتعين في خيرات بلادنا، ومازال لحد ساعة طامعين في أكثر. فاهمين؟ نتمنى انتم انتم ثاني عندكم فوسفات، انتم ثاني عندكم سياحة، السياحة اللي يدخل فيه الملك ميميسيس من السياحة ما يعيش دول فقيرة. فاهمين؟ ثم انتم ثاني دافعوا على حقوقكم. اخطاكم الجزائر والطوابير والبلا بلا والخريطة وما على باليش واش. روحوا عيشوا. $50 البوتاية تاع الغاز، يعني انت راك في بوتاية اللي ما تكفيكش بالك 24 ولا 48 ساعة، الى خلات راهي 4 ايام بلا دوش بلا، راهي تكفيك 4 ولا 5 ايام، راك تدفع في 50 درهم، يعني حوالي قد ما دفعت انا في 3 شهور كهرباء وغاز. وانا تفهم يلي انت هاجمتيني وقلتي لي انتم خيركم تدي فيه فرنسا وما على باليش واش. هذا ما كان اخوتي، ربي ان شاء الله يهدينا ويهديكم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.